استنى بس، قبل ما تاكلني لازم تعرف انا مين. انا مصدر قوه حقيقي لجسمك، مليان بروتين اقوى من الحديد نفسه. بس خليني اقول لك الحقيقه كامله. فاكر العضلات دي بتيجي منين؟ انا مليان بروتين عالي الجوده بيساعد في بناء العضلات واصلاح الانسجه، عشان كده الرياضيين بيحبوني. لو حاسس بارهاق يمكن جسمك محتاج حديد. انا غني بحديد الهيم اللي جسمك بيمتصه بسهوله ونقل الاكسجين. بس استنى، مش كل حاجه وردي. الاكثار مني ممكن يزود الدهون المشبعه والكوليسترول، والاعتدال دايما هو الحل. انا مش بس بروتين، انا كمان مصدر ممتاز لفيتامين بي 12 والزنك اللي بيدعم المناعه وصحه الاعصاب. دلوقتي عرفت انا مين. قوه، طاقه وفوائد كتير. ولو عايز تعرف اكتر اللي بستنى الفيديو الجاي. الفيديوهات دي بقت ترند وبتجيب ملايين المشاهدات، وفي الفيديو ده هوريك ازاي تعمل فيديو زي ده بالذكاء الاصطناعي من الهاتف وبشكل مجاني خطوة بخطوة. تابع معايا علشان تعرف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صديقي. زي ما انت شفت في مقدمة الفيديو هعلمك ازاي تعمل محتوى الاشياء المتكلمة. اول حاجة هتخش على شات جي بي تي وتبعت له البرومت اللي هتلاقيني سايبهولك في وصف الفيديو او في قناة التليجرام. اول حاجة بس قبل ما تدوس على الارسال في قوسين هنا من فوق، تبدأ تحدد القوسين وتكتب اسم الحاجة اللي انت عايز تعمل فيديو عنها. مثلا انا هكتب لحمة، وتختار من هنا بقى عدد المشاهد مكان الستة دي زي ما انت عايز، 6 او اكتر من 6. انا هخليها 6 وهدوس على ارسال. هيبدأ يعمل لك 6 مشاهد للحمة بتتكلم كشخصية إنسانية. هيبدأ يعمل لك وصف الصورة ووصف للفيديو أو تحريك الصورة. هيبدأ يعمل لك 6 مشاهد زي ما انت شايف. وفي الآخر خالص بيعرض عليك كام فكرة تختار ما بينهم الفكرة اللي عجباك وتنسخها وتبعتها لشات جي بي تي يعمل لك عن الحاجة دي. مثلا دجاجة مشوية بتتكلم، أو كوب لبن بيشرب وبيقول لك أهمية الكالسيوم وهكذا. احنا خلينا نروح ناخد أول مشهد. هننسخ البرومت بتاع الصورة بتاع أول مشهد. روح يا صديقي على منصة جروك. جروك أنا شرحته في فيديو قبل ده اللي هو إزاي تعمل فيديوهات من على جروك. نروح على إنشاء الصور أو إيميجن ونختار المقاس اللي احنا عايزينه. مثلا أنا هختار 16:9 وهبعت له البرومت بتاع إنشاء الصورة وهدوس على إرسال. هيبدأ يعرض عليك كذا صورة تختار منهم اللي عجباك. خلينا نقلب في الصور دي. مثلا هنختار الصورة دي. هنرجع لشات جي بي تي وناخد برومت تحريك الصورة ونروح لجروك وندوس على إنشاء فيديو وندوس تخصيص ونكتب هنا البرومت وندوس على إرسال. جروك سريع جدا طبعا في إنشاء الفيديوهات، وقلت الكلام ده في الفيديو اللي فات. هنستنى لما يعمل الفيديو. زي ما انت شايف الفيديو بيتعمل بسرعة رهيبة جدا، يعني ما بياخدش دقيقة ونص، دقيقتين بالكتير خالص. وبعد إنشاء الفيديو تعال نسمعه كده. استنى بس، قبل ما تاكلني لازم تعرف انا مين. انا مصدر قوه حقيقي لجسمك، مليان بروتين اقوى من الحديد نفسه. بس خليني اقول لك الحقيقه كامله. زي ما انت شايف فيديو احترافي، وتعالوا بينا نكمل باقي الخطوات. تقدر تنزل الفيديو من هنا طبعا وهينزل معاك. تعالوا بينا نرجع لتاني مشهد. هنرجع للصور وفي نفس الصورة ونرجع لتاني مشهد من على شات جي بي تي، ناخد برومت الصورة كوبي ونروح لجروك تاني نكتب تعديل ونبعت البرومت وندوس على إرسال. هيقول لك جاري تحرير الصورة. ليه عمل لك صورة زي ما انت شايف، صورتين تختار منهم اللي عجبك. مثلا انا هختار الصورة دي وهرجع لشات جي بي تي هختار برومت التحريك اللي فيه الكلام، وهنروح لجروك ندوس على انشاء فيديو وندوس تخصيص ونكتب البرومت هنا وندوس على ارسال. هيبدأ يعمل معاك تاني مشهد تم انشاء الفيديو. تعال نسمعه كده مع بعض. انا مليان بروتين عالي الجوده بيساعد في بناء العضلات واصلاح الانسجه، عشان كده الرياضيين بيحبوني. هنرجع وناخد تالت مشهد معانا وناخد في الصورة كوبي. وخلي بالك ما تكتبش الكلام هنا، يعني انا دلوقتي اخطأت وكتبت الكلام في برومت. احنا هنجيب الصورة الاصلية ونعمل منها الصور علشان ما يبقاش فيه اخطاء. لا احنا مش عايزين دي، احنا نروح للصورة الاصلية، مش الصورة دي، الصورة الاصلية وندوس تعديل الصورة ونبعت له البرومت وندوس على ارسال. هيبدأ يعمل لك صورة تانية. عمل لك صورتين زي ما انت شايف، تختار اللي عجبك فيهم. ناخد تالت مشهد اللي هو برومت التحريك وندوس على انشاء فيديو وتخصيص
ونبعت له البرومت وندوس على إرسال. وهكذا في باقي المشاهد يا صديقي. حابب أقولك لو حصل أي أخطاء في الفيديو ممكن إن أنت تعيد إنشاؤه زي كده. الفيديو ده حصل فيه خطأ، هنعيد إنشاؤه من جديد، يعني دي عادي ممكن تحصل معاك بس قليل خالص. وهكذا بقى في باقي المشاهد يا صديقي، تروح للفيديو وتروح لشات جي بي تي وتجيب البرومت التحريك وتبعته له، وكمل بقى على باقي الخطوات دي باقي المشاهد. وبس كده علشان الشرح ما يطولش هسيبك انت تكمل، وسلام.